عمرك سألت نفسك إزاي ممكن في ثانية اللمبة دي تنور وتطفى؟ طيب هل الموضوع مرتبط بسحر مثلا؟ أكيد لأ، ما تخافش. الموضوع له علاقة بحاجة اسمها الإلكتريك سيركتس، وهنا بتلاقي إن الدايرة الكهربية زي ما أنت شايف بتتكون من باتري ووايرز من سويتش المفتاح وبلب اللي هو اللمبة. وهنا بشبه الموضوع بالظبط عشان نبسطها كده بخزان المية، ده المصدر الأساسي بتاع المية اللي موجود في البيت، وبيتفرع من خلاله مواسير دي اللي بتقدر تنقل المية وتوزعها لنا لكل مكان احنا محتاجين فيه المية في البيت. طيب وفي كنترول بتاع الحنفية ده اللي من خلاله بتتحكم فيه يا إما بنزول المية أو لأ. فالالكتريك سيركتس هي بالظبط كده، بتلاقي ان انت عندك الباتري هي السورس اوف الانرجي، هي اللي بتنتج الطاقه واللي من خلالها بتخلي الالكتريستي او تدفعها ان هي تمر من خلال الاسلاك او من خلال الوايرز. طيب هنا بقى بيتوقف الامر على حاجه، يا اما حضرتك ان انت تروح تشغل النور فبالتالي الدايره الكهربائيه يحصل لها كلوز اللي هو السويتش يعني المفتاح يتقفل. معنى ان انت تروح تشغل النور يعني السويتش او المفتاح ده اتقفل، يعني خلى الدايره الكهربائيه تتقفل بالشكل ده كده. فبالتالي الالكتريستي تمر، تقدر تمر، ومن خلالها بيحصل ان اللايت بالب او ان اللمبه بيحصل لها اضاءه. طيب لو حضرتك رحت قفلت النور اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انت بمجرد ما تتك على المفتاح بيحصل عندك فتح للدايره الكهربائيه او فتح السويتش، بيبقى عندك اوبن سويتش بيتفتح كده. فيجي عندك الالكتريستي تمر تلاقي ان مش موجود عندي مسار اصلا تمر من خلاله، فبالتالي البلب هل تقدر تنور؟ اكيد لا. وبالتالي حضرتك عرفت معلومه مهمه جدا، ان انت لما بتيجي تشغل النور حضرتك انت مش بتقيد النور، حضرتك انت بتقفل الدايره الكهربائيه عشان الكهرباء تقدر تمر. بينما لو رحت ان انت تطفي النور فبالتالي بتفتح الدايره الكهربائيه علشان يجي يمر التيار ما يلاقيش مسار. وتبقى عرفت كده السر في ليه اللمبه بتقيد في ثانيه.